السلام عليكم، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هتكلم عن ستار لينك او الانترنت الفضائي. طبعا انا مش محتاج اتكلم على النت بتاعنا، اكيد انتوا فاهميني عايز اقول ايه. طبعا عزيزي المشاهد اللي قاعد قدامي يا اما مشترك في نت وي، يا اما اتصالات، يا اما فودافون، يا اما اورنج. وعايز اقول لك مكان هنا انا حاسس بيك، واكيد واجهتك المشاكل دي. مثلا زي وانت بتحضر محاضرات اونلاين بتلاقي النت فصل مره واحده، وانت طبعا بتبقى قافل طبعا المايك. تمام، مش عايزين بقى فضايح يعني بتاع، تبقى قافل بقى المايك وعامل كانك بتسمع يعني. تمام. كلها عملناها يعني. او مثلا الشيء اللي بيحصل معانا كلنا، وهو واحنا بنلعب لعبه كول اوف ديوتي وور زون مثلا، وتكون خلاص قربت تكسب وانت ماشي في امان الله وراكب العربيه وانت بتجري على الزون وانت مبسوط قوي، ومره واحده وانت فرحان انك خلاص قربت تكسب اول مره في حياتك، ومره واحده وانت ماشي في امان الله تلاقي نفسك مره واحده رجعت للنقطه اللي انت بدات فيها، وتلاقي واحد يهودي واقف وراك ومنشن على دماغك وحاطط لك هيد شوت في دماغك، وانت قاعد مندهش مكانك، وتيجي تبص على البنج عندك تلاقيه بقى 13000، والله مش عارف ازاي. وبعدين بتجري على التليفون الارضي وانت متجنن على الاخر، وتتصل بخدمه العملاء بتاعه الشركه اللي انت مشترك فيها في النت، تحاول انك تمسك نفسك عشان ما تتعصبش. تلاقي واحده ردت عليك وتحكي لها على الموضوع البنج العالي اللي موجود عندك ده، هتلاقيها بتقول لك معلش يا فندم، احنا مش بندعم البنج. ده اللي هو ازاي لا مؤاخذه يعني. ومن الصدمه تقفل المكالمه وانت مندهش، وتتصل تاني بخدمه العملاء وتلاقي واحد رد عليك وتحكي له على اللي حصل. تلاقيه بيقول لك على جمله اللي مفيش اي حد يتمناها يسمعها على كوكب الارض، وهي اقفل الراوتر وافتحه تاني. تصدق ان انت راجل ابن 60. ايه رايكم؟ انا قلت بس اغير شويه، احنا دلوقتي هنتكلم بجد. موضوعنا النهارده هتكلم على كذا حاجه، عشان كده ممكن الفيديو يكون طويل شويه، واحاول على قد ما اقدر ان انا ابسط او اختصر الموضوع اللي انا هتكلم عليه. هتكلم على 3 حاجات. اول شيء ايه هو ستار لينك، تاني شيء امتى الخدمه دي هتخش مصر او وطننا العربي، تالت شيء هتكلم عليه ازاي تقدر تشترك في الخدمه دي. خلينا بقى نخش على اول حاجه. اول شيء لازم تكونوا عارفينه ايه هو الفرق ما بين اتصال النت العادي وانترنت الساتلايت او الانترنت الفضائي. ببساطه كده، بمجرد ما بتكتب اسم الموقع اللي انت عايزه او تطلب اي بيانات معينه من الانترنت، بيتم ارسال حزمه طلبات عن طريق المودم اللي انت متصل من خلالها للشركه اللي بتقدم لك الخدمه، او انترنت سيرفيس بروفايدر ISP. الشركه دي بتستقبل البيانات، ومن خلال شبكه الانترنت العالميه بتقدر توصل المحتوى اللي انت طلبته، وبعدين بيتم ارسال حزمه البيانات دي للمودم الخاصه بيك، واللي بيترجم البيانات دي وبيعرضها على الشاشه كمبيوتر او الجهاز اللي معاك. واكيد طبعا العمليه دي تتم عن طريق كابلات الفايبر الارضيه، وسواء الكابلات اللي تربط ما بينك انت والشركه، او الكابلات البحريه اللي بتربط العالم كله ببعض. وده اللي بيأثر بشكل كبير جدا على سرعة الانترنت. لو انت عايش في مصر وحاولت انك تطلب بيانات من سيرفر داخل مصر، سرعة استجابة هتكون غير سرعة استجابة السيرفر اللي موجود في اليابان. اما بالنسبة الى الانترنت الساتلايت او الانترنت الفضائي، فالعملية دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شوية بيتم عن طريق اتصال بالقمر الصناعي بدل الكابلات. وده بقى الفرق اللي بيخلي الاتصال بانترنت سريع جدا، بسبب سرعة الموجات الراديو اللي تقريبا سرعتها بتصل قريبة من سرعة الضوء. وهنا يجي مشروع ستار لينك من شركة سبيس اكس اللي أسسها أغنى رجل في العالم الآن، وهو إيلون ماسك. المشروع ده هدفه إنه يغطي على الكرة الأرضية بشبكة من الأقمار الصناعية اللي تقريبا هتوصل في آخر المشروع إلى 12000 قمر صناعي، وهتكون المجموعة الأولى اللي بتتكون من 1440 قمر على مدار منخفض على بعد 500 كيلو متر من سطح الأرض، والمجموعة الثانية بتتكون من 2825 قمر على بعد 111 كيلو متر، والمجموعة الثالثة بتتكون من 7500 قمر على بعد 340 كيلو متر من سطح الأرض. وبرضه عشان تبقوا عارفين معلومة مهمة، إن الموضوع ده مش جديد، بل كان موجود بس كان مش بيتم بالطريقة المطلوبة، وكمان كان بيغطي منطقة محدودة من سطح الأرض أو من الكرة الأرضية. وبرضه عشان تبقوا عارفين كام تكلفة المشروع بتاع ستار لينك ده؟ 10 مليار دولار. وكمان كل فترة معينة بيطلعوا تقريبا 60 قمر صناعي. وطبعا شركة سبيس اكس هي اللي بتطلع الأقمار الصناعية دي إلى الفضاء، علشان هي أصلا عندها صواريخ، وده طبعا هيوفر من التكلفة، علشان الصاروخ ده بيقدر يعاد استخدامه مرة تانية، وهيكون تواصل الأقمار عن طريق ليزر، وده اللي هيخلي فيه سرعة عالية جدا في الاتصال اللي بيوصل إلى 1 تيرا بايت في الثانية الواحدة. وتقريبا في سنة 2027 إن شاء الله
هيكونوا طلعوا ال 12000 قمر صناعي، وفي نهايه سنه 2020 تم ارسال 800 قمر، وفعلا عملوا تجربه على جنوب امريكا وكندا. وصل سرعه النت كانت ما بين 50 ميجا بايت في الثانيه الى 100 ميجا في الثانيه الواحده. اما بالنسبه الى الابلود كان 20 او كحد اقصى كان 30، وكانوا بيعانوا من انقطاع انترنت الى فترات معينه. ولحد دلوقتي في اللحظه دي تم ارسال 1800 قمر صناعي، ده ادى الى وصول سرعه الداونلود الى 300 ميجا، والابلود وصل الى 100 ميجا. وبمعنى الكلمه المشروع ده لو فعلا نجح ان شاء الله تقدر تشتغل على النت في اي حته ان شاء الله، حتى لو ان شاء الله انت كنت قاعد في الصحراء او قاعد في غابه، في اي حته في العالم فعلا تقدر تشغل الانترنت ده. تاني شيء هتكلم عليه، امتى الخدمه دي هتيجي مصر او الشرق الاوسط. اعلنت شركه ستار لينك في موقعها الرسمي وصول الانترنت الى الدول العربيه وكل انحاء العالم في صيف 2021، يعني خلاص بس ادينا مستنيين. تالت شيء هتكلم عليه ازاي تشترك في الخدمه بتاعت ستار لينك. اول شيء ده هيبقى شكل الدش او شكل الجهاز اللي انت تحتاجه علشان تقدر تستقبل الانترنت من الاقمار بتاعه ستار لينك، وهو فعلا شبه دش بس دش متطور. وده شكل الراوتر، شكله عجيب جدا. وطبعا كل الحاجات دي هتيجي مع بعضيها في كرتونه واحده. وعلى فكره ده الشكل الحقيقي للجهاز اللي هيستقبل النت. وايلون ماسك بيقول ان الجهاز ده هيبقى فيه موتور، وفعلا ان الطبق ده هيتحرك تلقائي من نفسه عشان تاخد افضل ارسال. وكمان بيقول ان طريقه تركيبه سهله جدا، يعني من الاخر انت هتقدر تركبه لنفسك من غير تجيب اي حد خبير ان هو يركب لك الدش ده او الستلايت ده. بس للاسف المعدات دي تقريبا هيوصل سعرها الى $500، يعني تقريبا بالمصري 8000 جنيه، زائد الاشتراك الشهري $100، يعني 1600 جنيه. والموضوع ده مش ينافس الناس كتير، مع انهم في الاول كان سعر الخدمه كان رخيص جدا، كان تقريبا عامل 160 جنيه. تخيل الفرق عامل ازاي. بس يا رب يبقى اقل من كده ان شاء الله. وانا على فكره فعلا اعتقادي فعلا ان السعر ده هيقل، بس اول ما يعني بيطلعوا اقمار اكتر السعر ده هيبدا يقل. وعلى فكره تقدر دلوقتي تنزل تشترك في الخدمه دي عادي جدا، وانا هسيب اللينك بتاع ستار لينك تحت في الديسكربشن عشان لو انت عايز تشترك في الخدمه دي. بس كده وصلنا اخر فيديو. اعتقادي انا قلت لك على جميع المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها انك تعرف معلومات عن ستار لينك. انا طبعا عملت الفيديو ده عشان في ناس كتيره في مصر والوطن العربي لسه ما يعرفوش ايه هو ستار لينك، فانا قلت اعمل بس كده شرح خفيف كده على ايه هو ستار لينك وازاي يعني ومين عملها واشتراك ازاي وكل الكلام اللي شفتوه ده. بس كده يعني بس ما تنسوش بس اللايك والسبسكرايب، ولو انت مهتم بالجيمنج انصحك تشوف الفيديو ده والفيديو ده. بس كده كان معاكم سوني، سلام.